السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده ان شاء الله هننفذ مع بعض التصميم اللي قدامك ده. التصميم ده فيه لعب كتير جدا وياخد مننا وقت، بس صدقني بعد ما تخلص الفيديو ده فانت حتة انك تجيب فكرة كرييتيف هتبقى موجودة عندك، وحتة انك ازاي ان انت زي ما عملنا في كابتن حسام حسن كده، ان احنا شلنا جزء من دماغه وحطينا برين مكانه، بحيث ان احنا السلوجان مع الفكرة تكون كويسة، وإزاي عملنا الretouch والكلام ده كله. وطبعًا جِبنا كتير عن اليوتيوب، ولكن عشان كنت أنا باحضّر الكورس بتاعي اللي أنا الحمد لله نشرته عندي وناس كتير اشتركت فيه، وأتمنى إن شاء الله إنك تستفيد من الفيديو ده. فيالّا بينا نخش على التصميم على طول. أول حاجة يا صديقي إحنا بنيجي نفتح المقاس بتاعنا من file open. هنعمل المقاس اللي هو 1920 في 1080 resolution 72، وبعد كده ندوس create. طيب تعالَ بقى إيه، نجيب طبعًا الستوكات دي كلها أنا هاسيبها لك إن شاء الله في وصف الفيديو. هناخد الbackground بتاعتنا ونحطها في الback. نضبطها كده مثلًا. تمام، تمام. طيب دلوقتي في حد هييجي يقول لي أنا أنت إزاي جِبت الbackground دي أو إزاي جِبت الصورة دي؟ وبُص بقى، يعني أنا هنا بعيدًا عن الAI، لإن أنا دايمًا باقول إن الحاجة موجودة على الfree pic وshutterstock وكده، ولكن الناس بتكسل إنها تدوّر، لإن مش كل حاجة AI، مش كل حاجة هانفذها AI. يعني حد مثلًا شاف التصميم ده فقال لي: "أنت عامل كابتن حسام حسن AI." لا والله مش عامله AI، أنا جايب الصورة عادية جدًا ومنزّلها من على جوجل، وعملت لها التاتشات اللي أنا عملتها فيها دي، بحيث إنها تطلع بالشكل اللي أنت شايفه قدامك ده. فأنا جيت يا باشا من Freepik هنا وكتبت مثلًا Mysterious Stadium مثلًا، تمام. وبعد كده عملت دي image photo، وبعد كده دي premium، وبدأت إن أنا أشوف الصور المناسبة معايا. يعني مثلًا الصورة دي أنا كنت منزّلها، دخلت هنا لقيت حاجة اسمها similar، فنزلت تحت هنا حاجات يعني مشابهة، لقيت إن الموضوع فيه صور لذيذة جدًا. طيب طلعت من هنا قعدت أدوّر شوية، 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 لحد ما لقيت الbackground بتاعتي. فبعد ما جِبت الbackground طبعًا وحطيتها كده، فأنا كان معايا صورة نصوحي، فهنجيبها نسحبها معانا كده، ونيجي من select نعمل select subject ونستناه يحمّل لحد ما يحدد لنا الشخص اللي معانا. طبعًا واحدة، واحدة عشان يعني تطلّع حاجة كويسة بتاخد منّك وقت. يعني أنا الthumbnail دي خَد منّي مثلًا ساعتين عشان أطلع بالفكرة دي، عشان إن أنا أضبط الretouch وأضبط كل حاجة بحيث إن الشكل يبان في الآخر لذيذ. طيب إحنا لحد الآن القص بتاعنا مضبوط، فكل اللي هنعمله إن إحنا هنيجي هنا مثلًا، تمام، الحاجات دي إحنا هنشيلها بعد القص. فإحنا مثلًا هنعمل mask ونيجي نعمل convert to smart object. هنعمل هنا convert to smart object، وبعد كده هنسحبها في التصميم بتاعنا. طيب بعد ما سحبناها هنجيب بقى صورة حسام حسن ونحطها كده. طيب في حد هيقول لي أنت جبت الصورة دي إزاي؟ كل اللي عملته إن أنا دخلت هنا في الsearch، كتبت إيه؟ كابتن حسام حسن، تمام. دخلت هنا على الصور، لقيت صور كتير جدًا، خدت منها اللي يناسبني. طبعًا قعدت أدوّر كتير لحد ما ألاقي الصورة اللي هتعجبني. طيب بعد ما نزّلتها في بقى موقع خرافي هاسيب لك اللينك بتاعه عشان تحمّله، اسمه upscale AI، تمام، اللي هو ده. أنا هاسيب لك اللينك ده عشان تحمّل البرنامج ده على الديسكتوب عندك، وتبدأ إن أنت تعلّي أو تعمل enhance للصورة بتاعتك زي ما أنت شايف كده قدّامك قبل وبعد. فطبعًا بعد ما شغّلناه فبيظهر لك الواجهة دي، فأنت هتعمل نفس الإعدادات اللي أنا عاملها دي بالضبط، تمام. وبعد كده هاجيب مثلًا الصورة دي تقوم جاي ضايفها كده. المفروض يعني إن أنت بتضيفها هنا عشان تعمل لها upscale، وبعد كده بتدوس upscale هنا وبينزل عندك وتبدأ إن أنت تستخدمها براحتك. وطبعًا زي ما قُلت لك هاسيب لك اللينك في الوصف. فهنسحب صورة كابتن حسام كده زي ما قُلنا،
هنيجي نعمل من select subject بحيث إن هو يحدد لي الشخصية بتاعتي برضه. تمام، تمام. طيب هو حدد لي الشخصية معايا هنا، فكل اللي هاعمله مثلًا هادوس هنا mask وأعمل هنا convert to smart object وبعد كده هاخش على مساحة العمل بتاعتي. تمام، تمام. إحنا كده جمّعنا أهم حاجة موجودة معايا في الthumbnail، فنبدأ إن إحنا نخفي كابتن حسام ونجيب بقى نصوحي كده نصغّره شوية ونكبّره من هنا كده، نصغّره شوية. تمام. هنضبطه مثلًا كده. تمام، تمام. ونجيب كابتن حسام حسن نعمل له horizontal flip horizontal ونصغّر دماغه بحيث إن العين بتاعة نصوحي تكون جاية على وش كابتن حسام حسن أو على دماغ كابتن حسام حسن. طيب هو هنا باصص أهو. تمام، يعني إحنا لو جينا هنا يعني هنا الموضوع مقارب جدًا. طيب تعالَ بقى إيه لحتّة إنك تعمل الكاميرا raw أو تصحّح الألوان بتاعة الصورة. طيب قبل أي حاجة أنا لازم أشيل الزيادات اللي في الشعر هنا والزيادات اللي في الجناب لو في مشكلة في القص، فده باجي هنا آجي على layer نصوحي وأعمل mask وبعد كده هاجيب البراش بتاعتي وأبدأ إن أنا أصغّر، أصغّر، أصغّر وأشيل الزيادات اللي ما لهاش لازمة دي، بس بالراحة عشان ما تاخدش من الشعر أو ما تاخدش من الحاجة الأصلية اللي المفروض إنها تبقى موجودة في الكاركتر بتاعتك. نمسح مثلًا الحتة دي كده، وهنا شايف مثلًا إن دي ما لهاش لازمة فهنشيلها اللي هو الهيشان. تمام، وهنا برضه ممكن نشيل دي، لأ ده دي من الbackground. تمام، ممكن بقى هنا نمسح من هنا شوية. لو غلطت في حاجة ارجع وعيدها تاني ما فيش أي مشكلة، المهم إن الموضوع يطلع معاك في الآخر مضبوط. تمام، تمام. طيب تعالَ بقى إيه لنقطة تصحيح الألوان، فهتيجي هنا على الماسك الأصلية مش الlayer مش الماسك، وهتعمل من filter camera raw filter ونبدأ إن إحنا نخش بقى ونتعمق شوية في حتة الكاميرا raw. طبعًا هنا أنا شايف إن البشرة مغمقة شوية، فأنا عايز أفتح المناطق الفاتحة عشان الصورة تنطق معايا، فهاجي من الlight هنا هازود highlight. تمام، تمام. طيب بالنسبة للshadow أنا مش عايز الshadow غامق، فهازود شوية shadow. ممكن مثلًا أقلله أو أزوده، خلّينا نقلله والبلاكس ممكن نقللها أو زي ما هي عادي ما فيش مشكلة، وهنيجي من الcolor هنا عشان الmood في العموم يعني اللون اللي هو الblue أو اللون الأزرق، فإحنا هنسحب هنا شوية، وبعد كده هنيجي من effect نزود شوية تفاصيل في الtexture ونيجي من الdetail noise والsharpening وكده يا سيدي يبقى قبل وبعد، طبعًا هنعملهم جنب بعض عشان تشوف الفرق اللي ما بينهم. طيب بعد كده هندوس OK. تمام، تمام. أنت كده عملت الretouch هنا. طيب تعالَ ناخد بقى ده duplicate لكابتن حسام حسن. هنلاقي إن الموضوع بقى فاتح معايا أوي، فهنخش إحنا بقى نعدل شوية بحيث إن الskin tone بتاع الاتنين يبقى قريب بنسبة كبيرة. هنيجي من الlight هنا شايف إن إحنا هنقلل highlight وممكن نقلل shadow، ممكن نقلل exposure هنا، والcolor الtemperature زي ما هو اللون الblue والeffect برضه زي ما هو وندوس OK. طيب شايف إن الدنيا هنا طبعًا فرقت عن الأول، بُص قبل بُص بعد، الموضوع تحس إن هو دخل فيه التصميم إلى حدٍ ما. طيب إيه الخطوة التانية المفروض أعملها؟ الخطوة التانية إن أنا باجي هنا ألعب في حاجة اسمها selective color. طيب هنشوف دلوقتي وظيفة الselective color إيه. هنيجي هنا من adjustment layer نعمل selective color وcontrol alt G عشان نعمل clipping mask
وبنقول له هنا بقى إيه، دي وظيفة الselective color اللي هو المناطق الحمرا اللي موجودة في الكاركتر، لا إما تحمّرها أوي، لا إما تخلّيها مثلًا رايحة للون السيان. فإحنا هنا هنخلّيها مثلًا رايحة للون السيان سيكا، واللون الموف سيكا، وهنا في الblue هنزوّده كده. بُص قبل وبعد، فرقت جدًا على فكرة. طيب ممكن هنا مثلًا في الblack نقلل الblack شوية، وأعتقد إن هي كده تمام. طيب تعالَ بقى لكابتن حسام حسن، هنعمل نفس الموضوع بالضبط selective color control alt J عشان نعمل clipping mask، ونقول له المناطق اللي هي الحمرا هنزوّد السيان فيها، وهنا مثلًا ناحية الblue، وهنا هنغمّق شوية بحيث إن اللون ده يبقى مُشبّع. الbackground وإزاي نعمل الblur اللي باعمله. طيب الblur اللي باعمله في ناس مفكّرة إن أنا باجي هنا من الfilter وأعمل blur وgaussian blur، لأ ما باعملش كده. وفي ناس مفكّرة إن أنا باعمل motion blur، برضه ما باعملش كده. طيب أنا باعمل إيه، باجي يا سيدي على blur gallery، وبعد كده باعمل tilt shift، يبدأ إن هو يظهر لك الخطين دول. بمعنى إيه، بمعنى إن نقطة الارتكاز بتاع البلور ده هنا بيقول لك إن ده الحتة اللي ما فيهاش بلور، بس الخط أو الشريط المتقطع ده والشريط المتقطع ده الحتة فيها بتبقى بلور. فأنا هاقوم جاي مميلها كده شوية، ممكن مثلًا أزود بلور أو أقلل بلور. فأنا شايف مثلًا إن النسبة دي لذيذة جدًا وتمام جدًا، فهادوس أوكي. طيب تعالَ بقى للنقطة الأهم في حتة إنك إزاي دمجت الbrain اللي هنا أو علامات الاستفهام مع الوش، بحيث إنها تبان إنها طالعة من دماغ كابتن حسام حسن. فكل اللي عملته يا سيدي إن أنا جيت هنا طبعًا، واخترت من الshapes هنا ellipse tool اللي هي الدايرة، وبدأت إن أنا أرسم يا باشا كده واحدة، تمام. وهنا بقى باحاول إن أنا أدوس shift وأحاول إن أنا أخلّيها على نفس مقاس الدماغ بالضبط، كده مثلًا، تمام. وأقوم جاي مبططها سيكا، ممكن بالشيفت أزودها كده وأزودها كده، تمام، تمام. طيب إيه تاني المفروض هيتعمل؟ اللي هنعمله بقى إن إحنا هنيجي هنا نعمل ماسك للlayer بتاع كابتن حسام، ونيجي بالبرش ونبدأ بقى يا باشا إن إحنا نمسح الحتة اللي طبيعي مش هتبقى ظاهرة أو مش هتبقى موجودة. تمام كده؟ تمام جدًا. طيب إيه الخطوة التانية؟ الخطوة التانية إن أنت هتيجي على الشكل اللي أنت رسمته، الشكل البيضاوي، وهتبدأ إن أنت تختار لون مقارب للون البشرة، مثلًا وليكن اللون ده، تمام، تمام. وهنعمل له duplicate ونبدأ إن إحنا نقلل الfill خالص وندوس تكتين، والstroke هنا نخليه باللون الأبيض، ونبدأ إن إحنا نصغره خالص بحيث إن هو يبقى على الحافة بالضبط، تمام، تمام. بعد كده هتيجي بقى من الإليبس الأصلية عشان تعمل الshadow هنا ويكون واقعي كأنها فعلًا جوّه دماغه، هتيجي تعمل exposure control alt J عشان تعمل clipping mask، وأبدأ إن أنا أعمل exposure كده، وأعمل control I، بعد كده أجيب البرش على اللون الأبيض، وأبدأ بقى يا باشا واحدة واحدة كده أمشي على الحتة دي وأغمقها كده، بحيث إن الموضوع يبان إنه مش fake، واحدة واحدة، تمام، تمام. ممكن هنا كمان أحط كده، وأقلل الopacity حاجة بسيطة. طيب إحنا كده خلّصنا على فكرة حتة إن أنت فتحت الدماغ بتاعته، فإحنا عايزين بقى نطلّع الحاجة اللي جوّه. فكل اللي هتعمله طبعًا الملف ده زي ما قُلت لك أنا سايبه لك، فهنفتح الbrain اللي أنا منزّله، وأبدأ هنا إن أنا أعمل له convert to smart object وأسحبه على التصميم بتاعي وأحطه كده بالضبط. هنصغّره طبعًا كده،
تمام، تمام. وأقلل الopacity بقى كده. بعد كده هاعمل mask وأجيب البرش السودا وأبدأ بقى يا باشا إن أنا أمشي على الحتت اللي أنا عايز أمسحها، بحيث إنها تكون فعلًا، فعلًا جوّه الدماغ. كده بالضبط. تعالَ نزوّد الopacity. هتلاقي إن الموضوع محتاج إن هو وأبدأ بقى يا باشا إن أنا أمسح الحاجات دي كمان. واحدة، واحدة في الحتة دي عشان الموضوع يبقى كويس معاك أو الfinal يبقى كويس معاك في الآخر. تمام يا باشا، تمام يا باشا. هنزوّد الopacity كده، وبكده هيبقى الbrain ممكن مثلًا إيه، نجيبه كده شوية. معلش هنقلل الopacity تاني عشان بس نشيل الزيادة ويكون الموضوع مضبوط. هنشيل الحاجات دي كده، ونرجّع الopacity تاني زي ما هو. وأبدأ بقى إن أنا أخلّي الحتة دي فيها shadow اللي هي مقابلة للدماغ أو الأورا من هنا من ورا، فطبيعي هترمي shadow على الbrain. فكل اللي هاعمله إن أنا هاجي أعمل exposure control alt J وأقلل الexposure كده، وممكن الoffset ده كده برضه. بعد كده أدوس control I وأجيب البرش على الأبيض، وأبدأ إن أنا يا باشا أمسح كده بالضبط، بحيث إن أنا أبيّن فعلًا إن في واقعية في الموضوع. طيب، كده إحنا خلّصنا حتة الbrain اللي موجودة هنا. تعالَ بقى نخش على جزئية الretouch. هنيجي هنا، طبعًا أول حاجة أعملها عشان أعمل skin tone أو عشان أعمل dodge and burn أو عشان أعمل exposure أو أي حاجة، فأنا هاجي هنا أعمل adjustment layer black and white. وطبعًا هتفهم دلوقتي أنا ليه عملت black and white. عملتها يا سيدي عشان أقدر إن أنا أحدد المناطق الغامقة اللي هامشي عليها والمناطق الفاتحة. فبعد ما عملتها هاجي من solid color هنا، هاعمل الكود ده 80 80 80. بعد كده أدوس OK وأعمل duplicate وبعد كده control alt J عشان أعمل لها clipping mask وأبدأ إن أنا أحطها في الأول خالص. هاجي هنا هاعمل الblend بتاعها linear dodge أو لأ خلينا linear burn عشان دي مناطق الغامقة. وبعد كده أدوس control I وأجي يا باشا هنا أعمل linear dodge وأدوس control I وأبدأ إن أنا أجي هنا بقى على الماسك بتاع المناطق الغامقة. هاجيب البرش وأعمل هنا مثلًا النسبة 23، هنا النسبة 24. أعتقد النسبة دي هتبقى مناسبة جدًا لمعظم الcharacters بتاعتك بالذات في الthumbnail. ونبدأ بقى إن إحنا نصغّر كده ونمشي واحدة، واحدة على المناطق الغامقة، بحيث إن الموضوع معاك يكون لذيذ. واحدة، واحدة في الموضوع ده خالص عشان الموضوع يطلع معاك مضبوط في الآخر. واحدة، واحدة كده المناطق الغامقة. نبدأ إن إحنا نمشي على التيشيرت برضه الحاجات اللي هي دي عشان نرسم الكسرات. تمام، تمام. وبعد كده يا سيدي بتدوس
بتغلق بقى خالص الblack and white وتبدأ إن أنت تشوف المناطق الغامقة اللي أنت عملتها، وبنيجي هنا طبعًا نقف على الmask ونعمل هنا من الفيزر نزوّده لحد ما نلاقي الموضوع ساح معاك بطريقة كويسة. تمام. تعالَ بقى نعمل black and white تاني ونيجي على المناطق الفاتحة اللي إحنا عاملينها linear dodge وأبدأ بقى إن أنا أمشي على المناطق الفاتحة براحتي. كده. تمام، تمام. هالغي هنا black and white وأجيب تاني هنا من الmask وأعمل الفيزر أزوّده شوية بحيث إن الموضوع يبقى لذيذ معانا. طيب إحنا كده عملنا dodge and burn. طيب في نقطة بقى المفروض نعملها، إيه هي؟ هي الskin tone إن أنا باغمّق الأماكن الغامقة أكتر والمناطق الفاتحة بازوّدها أكتر. طيب تعالَ من هنا هنيجي على الlayer الأساسية بتاعة عمرو نصوحي وبعد كده ندوس control وهيظهر لك هنا علامة select على مربع كده، فهتدوس هنا هيبدأ إن هو يحدد لك الجزء ده. أوكي. تيجي بقى هنا تعمل من adjustment layer curves طالما أنت عملت highlight يبقى نضغط ضغطة في النُص هنا كده ونطلع يا باشا قبل وبعد. تمام، تمام. بعد كده هنيجي تاني نعمل نفس الموضوع ونيجي من select color range وهنعمل shadow. أوكي. وبعد كده هنعمل برضه curves بس بدل ما هنطلع لفوق هننزل لتحت. بُص الموضوع فرق جدًا في شكل الكاركتر. طيب تعالَ بقى نفس اللي طبّقناه هنا هنطبّقه على كابتن حسام بالضبط. هنيجي هنا في حد هييجي يقول لي أنت ما شِلتش فيها ما عملتش spot healing ليه الكلام ده كلّه، فهاقول لك يا باشا إن دي حاجة تبع شخصية كابتن حسام أو موجودة عنده من زمان، فدي مثلًا مش حبوب ولا حاجة، دي حاجة بترسم شخصيته. أنا ممكن أنعّم لك الحتّة دي خالص بس أنا شايف إن الموضوع يعني اللي هو هيبعد شوية عن كابتن حسام يعني. فتعالَ بقى هنا الbrain اللي إحنا كنا عملناه. فين الbrain؟ عايزين بس نجيب البرش هنزود هنا ال100 و100 ونبدأ إن إحنا إيه في حتت كده ما مسحناهاش نمسح. تمام، تمام. طيب تعالَ بقى نعمل نفس الموضوع اللي إحنا عملناه مع نصوحي نعمله مع حسام حسن. هنيجي نعمل هنا black and white وأبدأ إن أنا أعمل solid color 80 80 80. بعد كده أعمل control G وcontrol alt G وأعمل هنا يا باشا دي linear dodge الأولانية دايمًا linear dodge التانية دايمًا linear burn وأقوم جاي عامل select للاتنين وأطلعهم فوق هنا وأبدأ إن أنا آجي هنا بقى بالبرش بتاعتي اللذيذة أعمل هنا 23 أعمل هنا 24 تبدأ بقى يا باشا تمشي واحدة واحدة على المناطق الغامقة زي ما أنا باعمل كده بالضبط. تمام، تمام. نيجي بقى نمشي هنا على الكسرات شوية.
تمام، تمام. بعد كده هالغي black and white وأبدأ إن أنا هاجي هنا من الفيزر بعد ما أقف على الماسك وأبدأ إن أنا أعمل كده مثلًا. وبعد كده هاجي black and white تاني وأجي هنا الinner dodge اللي أنا عاملها، هابدأ إن أنا أمشي بقى على مناطق الفتحة كده واحدة، واحدة. تمام، تمام. طيب هنلغي بقى black and white ونفس ما عملنا بالضبط، هنيجي من الفيزر هنا نزوّده حاجة بسيطة، وبعد كده هتيجي من الlayer وتعمل control وتدوس هنا، وبعد كده هتيجي من select color range shadow، تيجي تعمل هنا curves هتقلل، بعد كده هتعمل نفس الخطوة تاني select color range highlight أوكي، وبعد كده الcurves هنا هتزود. تمام، تمام. طبعًا أنا شايف كده إن الموضوع بقى لذيذ جدًا معايا. طيب إيه تاني المفروض هيتعمل؟ المفروض الgradient اللي بتتعمل تحت، فهاجي هنا أعمل new وهاجيب بقى أداة الgradient من هنا، أتأكد إنها لونها أسود ومن هنا لونها أسود، وأبدأ إن أنا أسحب من تحت كده لفوق. بعد كده هاجي من الmove أعمل هنا convert to smart object وأبدأ يا باشا إن أنا أنزّلها كده بالضبط. بحيث إن أنا أعمل shadow يرسم ظِل من تحت. طيب إيه تاني المفروض هيتعمل؟ المفروض هيتعمل تاني إن إحنا نرسم الإضاءة اللي جاية من هنا، ونرسم الإضاءة اللي جاية من هنا. طيب ده هنعملها إزاي دلوقتي؟ كل اللي هتعمله يا سيدي إن أنت هتحدد اتجاه الإضاءة جاي منين. اتجاه الإضاءة جاي كده، ده الاتجاه الإضاءة القوي اللي هيبقى قريب من كابتن حسام ومن نصوحي مع شوية برضه من اللي موجودين في السما هنا. فكل اللي هتعمله إن أنت هتيجي على layer كابتن حسام وبعد كده هتعمل adjustment layer solid color، تبدأ إن أنت تختار نفس اللون اللي موجود هنا بالضبط. وليكن مثلًا دوس أوكي، وبعد كده هتيجي برضه هنا هتعمل solid color تختار اللون ده، وبعد كده تدوس أوكي، تطلّعه فوق كده خالص، وده تطلّعه فوق خالص. تيجي هنا يا باشا ممكن مثلًا نعمل وليكن screen، بعد كده control I، بعد كده بالbrush نبدأ إن إحنا نعمل opacity 100 flow 100، وأبدأ بقى يا باشا إن أنا أمشي على الحواف كده بالضبط، بحيث إن أنا أرسم إضاءة مضبوط. تمام، تمام. كده أنا رسمت الإضاءة اللي هنا. طيب تعالَ هنا نعمل برضه screen، بعد كده ندوس control I. ممكن هنا يوصل شوية إضاءة. لأ بس بلاش هنا نعمل إضاءة عشان الموضوع ما يبقاش لطيف يعني. ندوس هنا ضغطتين، وبعد كده هنيجي نسحب نعمل alt ونسحب سهم من هنا كده، ونبدأ إن إحنا نقلل عشان الحواف تشرب اللون اللي إحنا عملناه. وندوس أوكي، وتيجي هنا يا باشا تعمل inner glow. حلو اللون اللي إحنا عملناه ده، تبدأ إن أنت تعمل في الsize بتاعه. تقلل الرينج أو مثلًا تعليه للآخر، وبعد كده تعمل كده، وبعد كده تدوس أوكي، وتبدأ إن أنت تتّك على الinner glow هنا، كليك يمين create layer، تبدأ إن أنت تعمل mask وتمشي بقى بالبrush بتاعتك السودا كده مثلًا. تمام، تمام. ممكن ندوس هنا كمان ونسحب شريطة من هنا، ونسحب يا باشا كده. بُص هنا قبل وبعد، الموضوع لذيذ جدًا. طيب تعالَ هنا بقى نعمل نفس اللي عملناه بالضبط، هنيجي هنا من الsolid color نعمل بالbrush طبعًا الأبيض عشان نظهر،
وابدأ ان انا امشي هنا على الحواف، او بلاش هنا، خلينا على الجسم. ممكن هنا شوية من الشعر، وبعد كده هعمل ضغطتين واسحب شريطة من هنا عشان اخلي اللون يتشرب. وبعد كده هعمل صورة قرار تانية، هحدد لونها مثلا زي اللون اللي في السما ده. تمام تمام. وبعد كده هدوس كنترول اي، وابدأ يا باشا ان انا امشي على الحواف من هنا كده. تمام تمام. بعد كده هعملها من هنا وليكن لينر دوج، وبعد كده ضغطتين واسحب شريطة من هنا كده بالظبط عشان الموضوع يرسم إضاءة معايا هنا. ونفس الكلام هنعمله عند كابتن حسام. سوليد، نفس اللون نعمله هنا مثلا سكرين. كنترول اي بالبراش بتاعتك اللذيذة، تبدأ ان انت تمشي كده يا باشا من الاطراف. تمام. هدوس ضغطتين، هتسحب شريطة من هنا كده شوية بحيث ان الموضوع يكون لذيذ معاك. طيب ايه الخطوة التانية المفروض تتعمل؟ الخطوة التانية المفروض تتعمل ان احنا خلاص خلصنا، بس هنا نسينا نعمل حاجة اللي هي الانر جلو. نعملها وليكن اللون ده، ندوس اوكي. بعدين هنا زي ما اتفقنا نعمل كرييت لاير، نيجي نعمل ماسك، وبالبرش بتاعتنا اللذيذة هبدأ ان انا امشي على الحواف بتاعتي، او خلي الحواف دي منورة كده كده. تمام. اشيلها من هنا كده بالظبط، ممكن اشيلها من هنا كمان، كده قبل وكده بعد. طبعا الموضوع لحد الآن لذيذ جدا جدا. طيب تعالى بقى ايه ندي لون شوية في حتة الكالر لوك اب. هاجي هنا مثلا من adjustment layer color لوك اب، وابدأ ان انا اشوف بقى ايه اللون المناسب معايا. اللون ده مثلا تمام، اللون ده شايفه لذيذ، تعالى نرجع له كده. ممكن نقلل مثلا شوية اوباستي قبل وبعد، ادى شوية تشبع كده في الكاركتر والباك جراوند بشكل كويس والله. تمام. بعد كده تعالى بقى ايه للفونت اللي احنا عملناه، نرجع نشوف احنا كنا عاملينه ازاي. هنا كنا عاملينه بنفس الطريقة دي بالظبط، فتسألوني انا عملتها ازاي، اقول لك عملتها بستروك، وهنعملها دلوقتي سوا وهقول لك احنا ازاي عملناها. طيب تعالى هنعمل هنا كلمة مباراة، نعملها هنا مثلا باللون الأبيض. هنعمل هنا بيست اللي هي اللي كنت عاملها خش بقى نشوف احنا عملناها ازاي. اول حاجه يا باشا جيت على البيفل اند امبوس، اللي هي الحاجات اللي بتبين لك ان في 3 دي او في جريدينت في الكلمه ذات نفسها، وهتعمل نفس الاعدادات دي بالظبط، او انت ممكن تجرب اعدادات تانية. وبعد كده تيجي من الستروك تختار اغمق درجه او اغمق لون عندك في الباك جراوند اللي هو اللون ده، وتعمله كستروك للكلمه. وبعد كده تيجي من الدروب شادو هنا تعمل نفس الموضوع بالظبط، ممكن ان انت تتحكم فيه براحتك. بعد كده ندوس اوكي، وهناخد منها كوبي، نعملها مثلا فوز، نعمل هنا علامة تعجب، ونعمل دبليكيت وبلا كده بالظبط. ممكن مثلا نعملها بنفس لون الباك جراوند اللي هو اللون الأصفر ده مثلا. تمام تمام. فوز نكبرها شوية، وابدأ ان انا اعمل التلاتة مع بعض، ادوس كنترول وابدأ ان انا اسحب دول كده عشان يبقوا بميلة ويبقى شكلهم لذيذ. واجي بقى من تحتهم كده واقوم جاي عامل دايرة نفس اللون الستروك.
هاخدها كوبي واقوم جاي حاططها تحت كده. تمام، تمام، إحنا كده عملنا الtext بتاعتنا. طيب إيه تاني المفروض يتعمل؟ تعالَ نرجع للتصميم. هنا طبعًا icons أنجولا ومصر دي أنا جبتها من على جوجل على طول، نزّلت الlogo بتاع منتخب مصر والlogo بتاع منتخب أنجولا وحطيته بالطريقة دي. تمام. هناخد طبعًا الlight اللي معمولة هنا كده، هنقوم جايين حاطينها فوق الtext بشكل لذيذ. تمام، تمام. وبكده يا سيدي يبقى إحنا التصميم بتاعنا خلص. طيب إيه تاني المفروض يتعمل؟ تعالَ بقى نشوف إحنا عملنا إيه في حتة التلوين للكاميرا raw filter للتصميم كله بعد ما خلص. طيب تعالَ نعمل control alt shift E وبعد كده convert to smart object ونسحب ده هنا كده عشان نشوف إحنا عملنا إيه بالضبط. نفتح هنا كاميرا raw. أول حاجة عملتها جيت ticket charge وزودت تفاصيل الكلاريتي الجهاز زي ما هو، الفيجنيت اللي هي المناطق الغامقة من الجداب عملتها. وبعد كده جيت على color mixer وقلت له اللون الأحمر قلله شوية كده مثلًا، واللون هنا مثلًا blue زوده حاجة بسيطة. وجيت من الcolor زودت الأزرق لأن إحنا بنلعب في اللون الأزرق، ومن الlight قللت highlight المناطق الفاتحة، زودت shadow قللت contrast اللي هو تشبع الألوان، والexposure كان زي ما هو، وبعد كده هندوس أوكي. وبكده يا صديقي يبقى التصميم بتاعنا خلص، وأنت عرفت إزاي إنك توظّف التصميم ده أو تعمل تصميم بنفس الشكل ده. بس إحنا هنا في حاجة إحنا نسينا يعني ما خدناش بالنا منها. هنيجي هنا عند نصوحي. حاسس إن اللون الأورنج دخل هنا شوية، فأنا ممكن أجيب البراش بتاعتي اللذيذة وأبدأ إن أنا أسحب من اللي هنا ده شوية كده. وبعد كده أعمل زي ما اتفقنا. بس أنا هنا بقى ممكن إيه، ممكن اللون الأحمر ده عشان هو باهت أوي في التصميم، ممكن أجي هنا وأقول له زود يا عم أحمر شوية. وبعد كده أدوس أوكي. كده يا صديقي يبقى أنت عملت التصميم ونفذته من الألف للياء، وأتمنى يكون الفيديو ده عجبك، وإن شاء الله عايزك تستناني في الفيديوهات الجاية لأن الفيديوهات الجاية هتبقى فيها معلومات وحاجات كويسة جدا. وطبعا ما تنساش إن إحنا نزلنا الكورس بتاعنا، والكورس اللي بعلمك فيه من أول نشأة التصميم لحد ما تستلم البريف وتسلم البروجكت أو الكامبين للكلاينت. وغير كده وكده إن أنا هاتابع معاك بشكل دوري، وهاتابع معاك وهاديك تاسكات وهمية إنك أو مش تاسكات وهمية بقى، تاسكات حقيقية لكلاينتس معايا، وتقدر إن أنت تنزلها في البيهانس بتاعك. وشكرا، سلام.